وسهلا، مرحبا بكم من جديد وصحة شريبتكم. هي بسام ديجيتال، مازلنا واصلين حتى لل10 متاع الليل. بعد شوية ما تبعدوش تكون حاضرة معنا سارة الصدفي اللي نعرفوها الانفلونسوز المؤثرة والانستغراموز. ما قبل هذايا خلينا نحكيو، ما نجموش ما نحكيوش على خبر أشرف حكيمي وزوجته هبة عبوك المحرومة من نص ثروته بعد الطلاق. اكتشفت اللي الثروة متاعه كانت مكتوبة باسم الوالدة. الطلاق علاش صار؟ خاطر اتهموا حكيمي بقضية شنو جوستومون بقضية الاغتصاب. دونك زوجته طلبت الطلاق. بعد ما صدر الطلاق اكتشفت زاده طالبت بنص الثروة متاع حكيمي، لكن اكتشفت اللي ثروته الكل مكتوبة باسم الوالدة متاعه. مازلنا لحد هذه اللحظة ما جاوب حتى حد، لا أشرف حكيمي ولا زوجته هبة عبوك، لكن الصفحات والمواقع داولت الخبر هذايا. منها شفنا على تويتر الجزيرة والعربية هبطوا الخبر هذايا، على الفيسبوك ايتي بالعربي هبطت زاده الخبر هذايا، في تونس باج اشتاج ميديا هبطت، لكن قالت مازلنا ما نعرفوش الخبر صحيح ولا لا. من الناس زاده اللي تفاعلت في تونس بالحكايه هذيا. شفنا سمير الوافدي هبط ستاتيو. سمير الوافدي ما حاضر معنا في الإيميسيون الستاتيو بتاع سمير، والله يعجبني سمير الوافدي، ديما موجود وديما يعلق على اكزاكتومون وديما يتفاعل. سمير الوافدي خلينا نحكي لكم ملي قالوا في الاخر، قال اللي البارح حكم القضاء ببراءة حكيمي من الاغتصاب وانتصاره على المؤامرة، لكن انتصاره الأجمل كان على غدر من كان يسميها حبيبته وزوجته وتحمل كل التنمر على فارق السن بينهما، حيث فشلت في الانتقام منه وفشلت في تقاسم ثروته معه، إذ قدم حكيمي لقاضي الطلاق ما يفيد بأن أملاكه كلها باسم حبه الأكبر والأبقى والدته، وكأنه كان يتوقع هذا اليوم وتلك التعنة، ولم يبقى لهبة عبوك سوى الاحتقار والازدراء والهزيمة. كيدهن عظيم لكن رضاء الوالدين أعظم. دونك خلينا نذكروا اللي أشرف حكيمي يتقاضى 1,000,000 أورو في الشهر، ما يعادل 3 مليارات ونص 4 مليارات تونسية. وفيرست ماجازين فيرست ماج هي أول واحدة هبطت الخبر، خرجت الخبر هذيا متاع هبة عبوك. دونك شنو رأيكم في الحكاية؟ خلينا ناخذوا صابرة أنت جوريست، دونك بيان سور لي باتاي جوديسيير هذوما أنا الحقيقة يخليوني يعجبوني، خاطر لا بالحق فيها الجانب القانوني والجانب المالي والجانب الشخصي، وهكا عندك ما تحكي فيها على الاخر. نتذكروا نحن ديجا الحكايه نتاع جوني ديب وش اسمها هي امبر هيرد طليقته ولا صاحبته اللي هو. دونك الحكايه بالنسبه لي انا الحقيقه نحترم القانون برشا، وانا امراه قانون. دونك بالنسبه لي انا تسرعت، وانا بالنسبه لي انا وخايتي ماهيش بنتصل هذه راه خاطر اي بيان سور ماهيش بنتصل، خاطر مازال ما خرجش الحكم، وهي هزت شلاقيتها وما لاقيتها وبدات تحكي على طلاق، وبدات يا بنيت عمي يصبر حتى لين تخرج معناها شوف القضاء معناها شنو يقول كلمته، نشوفوه مذنب والا لا، ومن بعد انت قرر معناها وشوف. خاطر سامحني المشاهير عندهم راهو معناها من لي رومور اللي يخرجوا عليهم، عندهم القضايا اللي يتلفقوا لهم، معناها مش اي انسان عمل جريمه والا ونحن نقولوا له مذنب والا معناها مدعى عليه، حتى اللي بعتيك تثبت الجريمه باش نقولوا راه السيد هذاك متهم معناها ماهوش بريء والا مجرم فوالا. دونك لهنا بالنسبه لي انا تسرعت برشا. اي اما القانون هكا صابره يقول كي يطلقوا زوز المراه ياخذوا نص. لا كيفاش؟ لا فنحن في تونس عندنا قانون الاشتراك في الملكيه نتاع 98 نوفمبر 98. القانون هذا يقول لك انه هو اختياري ساعه قبل كل شيء، نجموا الزوز ازواج يصحوا على القانون هذاك ويقولوا انه كل العقارات اللي يملكوها من بعد الزواج نتاعهم ينجموا معناها يقسموها ما بيناتهم، ما يدخلش فيها الارث وما تدخلش فيها معناها الفلوس اللي عند الزوج ولا الزوجه اللي يقسموها قبل. دونك انت تشوفها هي بنت قليله اصل وما كرهش تصرفتك انت خضره. انا توا ساعه كاينين نشوف في عبير زغدودي مش في صابره قدامي معناتها هذايا العبير في الحكايه هذه يشتركوا معناتها مع بعضهم. الكلام اللي قلته كبير صابره، على خاطر العظمه ما تقول طق الا ما فيها شق، وهذا اولا. ثانيا
هي ما وصلت قضمت قضيه الطلاق على خاطر هما متفرقين قبل حكايه القضيه هذيا. معناتها ديجا هما اون سيباراسيون لي معناتها لي حاجات معناتها الله اعلم شنو ما هم صرحوش بهم، ولكن هما راهم الزوز معناتها اون سيباراسيون قبل ما تصير الحكايه هذه. ثالثا هي قدمت قضيه الطلاق لانه فما حاجات صارت غيالمون، ما صارتش قضيه الاغتصاب ولكن قضيه الخيانه موجوده. سامحني هاك ساكته، هاي ساكته، هي قبل كلمه وقت اللي ماهيش ساكته. هي قضيه الاغتصاب ما صارتش اوكي، ولكن قضيه الخيانه صارت لانه الطفله كي مشيت للمركز وشكيت فما الابير اللي وصلها لداره موجود، فما حاجات معناتها موثقين دي ميساج دي اس ام اس دي ميساج انستغرام، فهي اختارت انه وقتها تاخذ الديسيزيون وتطلق، ماهيش هكاك معناتها مشيت من راسها. ثالثا انك تكتب فلوسك الكل باسم امك وانت ديجا خذيت المراه اللي تحبها وعايش معها وجايب منها صغار، لهنا انت ديجا متوقع انت داخله ما تسامحوني في الكلمه معناتها فما خنان في الحكايه، فما سوء نيه، انك انت تهرب فلوسك لامك ما عندكش ثقه في المراه اللي انت متعاشر معاها، لهنا انت ماكش قاعد معاها بسوء بنيه طيبه. مانيش حلو دابا عنا تليفون عنا ضيفتنا قاعده تستنى فينا دونك واصل. يا اخي انا نقول هي طالبت ساعه بنصف الثروه تضمن في حق صغارها وهذا من حقها، ورد اعتبار لها على خاطر هي تقول انه ينجم بعد الطلاق انه حق صغارها ما يوصلش حق صغارها نص الثوره، معناها هو يجري في بساقيه ويعلم به ربي وهي تمشي تهز الملمه واللي ثم ما خاطرش تهز الملمه واللي ثم نص الثروه لصغاره ومش لها هي، راهو هذا رد اعتبار وهي من حقها تطلب اللي تحب، راهو انه يعطيها القانون بعد ولا ما يعطيهاش والقضاء ينصفها ولا ما ينصفهاش هذيك حاجه اخرى، من حقها تطلب، هي من حقها كإنسانة تطلب اللي تحب. هو فما شكون قدم قضية بماكلة ما عجبتوش في مطعم في أمريكا عوضوا له ومازلنا نحكيو ونعاود نذكر اللي نحكيو على حاجة مازلنا ماناش متأكدين منها وما جانا حتى ما جاتنا حتى ما فماش دخان من غير لا من أشرف حكيمي ولا من هبة عبوك. أنا أكثر حاجة عجبتني في الفيسبوك وأنا نلوج على الخبر هذايا والله عجبتني تصويرة مكتوب عليها ماما ممكن تديني مصروف علشان خارج مع مبابي، معناتها مصورين أشرف حكيمي جوستومون أنا شوفوها توا على الديجيتال، ماما ممكن تديني مصروف عشان خارج مع مبابي، معناتها ديما العباد تخلق النكته جوستومون الضحكه في لي سيتواسيون هذوما.